ايوه بقول مستقبلهم ازاي. طب استاذن حضرتك في حاجه، اتفضل. نشوف باقي اعترافات صفوت حجازي ونرجع لحضرتك. نشوف حصري على قناه صدى البلد اعترافات صفوت حجازي. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا لست عضوا في جماعه الاخوان المسلمين، ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. احلف لكم بالطلاق. رجاله مرسي في كل مكان، رجاله مرسي في كل مكان، رجاله مرسي في كل مكان، رجاله مرسي في كل مكان. قوه قوه، عزيمه عزيمه، ايمان ايمان، رجاله مرسي في كل مكان، رجاله مرسي في كل مكان. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو اعرف ان ميدان رابعه العدويه في سكينه عشان يقتلوا بيها عسكري كنت اول واحد خرج من الميدان. مين ده؟ مين ده يا سيدي؟ بص يا سيدي، صفوت ده مهرب. تركيا على طول بيهرب حاجات من تركيا. صفوت حجازي عشان شافها طبعا اللي معاه. ايوه عاملين عليها دايره حمراء دي طبعا. صفوت حجازي ده كان مأذون قبل كده وبيكتب. لا لا هو ما كان يعني بيعمل راسين في الحلال من غير ورق يعني. وفاروق فيشاوي طلع قال الكلام ده ان هو اللي اقنع الواد انه ما يعترفش ويصوم 3 ايام. ابنه احمد لما كان عنده مشكله مع البنت اللي كان متجوزها دي، الفتاه اللي كان متجوزها. صفوت حجازي انا قلت قبل كده هو اعتدى الكذب. اولا ده عميل امن دوله، ولما نزل ميدان التحرير نزل بتعليمات من امن الدوله. خلاص. بس احيانا حضرتك تلبسيه بدله ضابط، امثل دور ضابط فصدق ان انا ضابط فكمل ان انا ضابط. تعجبني اللعبه. عصام سلطان كده فعجبوا اللعبه ان هو